السلام عليكم خوتي خواتاتي، اش اخباركم؟ لاباس عليكم؟ بخير وعلى خير؟ هانيا اموركم احوالكم؟ نتمنى خوتي العزاز تكونوا بخير وعلى خير يا رب العالمين، وتكونوا في صحيحه جيده كيف ديما. نتمنى هذا الفيديو يكون خفيف ظريف على قلبكم، وتسمحوا لي بزاف بزاف. كنشارك معكم خبيز اللي هو خالي من الجلوتين طيب. ولا خوتي راه ديما كنقول لكم في الفيديوهات عندي مشكل في المونتاج، وما البنت اللي كدير لي المونتاج مره كنصيبها بعد مره ما كنصيبهاش. دابا اغلبيه حيت مع حساب المدرسه وداكشي ما كنصيبهاش كاع، ما كتكونش مساليه. ونتمنى تقبلوا عليا وتقبلوا لي على التصوير وعلى التقديم ديالي وعلى التصوير ديالي. كنتمنى تقبلوا عليا ونكون خفيفه على قلبكم ودعموا لي منصف بدون جلوتين. محتاجه ليكم، محتاجه للدعم ديالكم. شكرا خوتي الاخوات فيما كنتوا داخل المغرب وخارج المغرب. المهم اخوتي هذا خبيز. غنحط لكم اخوتي العبارات ديال الفرينه اللي درت فيها في صندوق الوصف. راه خوتي كيجي غزال غزال. المهم هاد الفرينات اللي هما خاليين من الجلوتين راه ولاو معروفين، ولا فيهم اشكال وانواع وبزاف ديال الماركات وبزاف ديال السميات. يعني زعما انا بعدا اغلبيه دابا كنستعمل غير فرينات شار، وواحد الفرينه اخرى راني مشاركاها معكم. عندها الشاشيه ديالها بحال لي غوزيه، هذيك حتى هي زوينه بزاف. وفرينات شان هذوما دابا هما اللي كنستعمل. بالنسبه للاخوات الفرينات راهم لا يسول على الفرينات دابا راه تبارك الله ولاو موجودين. ما علينا خوتي العزاز. هذا خبيز اللي هو كيجي زوين زوين بزاف. كيف كتشوفوه كيجي رطب رطب رطب، وكيجي خوتي العزاز محمر وزوين. غنحط لكم العبارات والفارينات اللي درت فيه في صندوق الوصف. هانتوما اخوتي كيفاش كيجي زوين 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 بزاف، وكيجي محمر كله من على كل جهه. كيجي زوين. نتمنى اخوتي يكون في الاعجاب ديالكم، وتقبلوا عليا وتدعموا ليا من الصيف وتشجعوه ليا. محتاج للدعم والتشجيعات ديالكم، وبالاخص اخوتي هاد القناه محتاجه لكم والدعم ديالكم. هانتوما اخوتي كيفاش كيجي الخبيز كيجي زوين. يمكن لكم تحلوه وتعمروا فيه الداخل ديالو اي حاجه هكا، او لا تاكلوه مع الطويجين ولا تاكلوه. راه كيجي هو يبان لكم هكا زعما راه صامت، ولكن ملي تتحلوه راه يمكن لكم تعمروا فيه هكا لوليدكم ولا بنيتكم للمدرسه شي حاجه. يمكن لكم تاكلوا به هكا الطويجين عادي. اليوم خليته زينته غير بشويه ديال السميده اللي هي ديال الذره. يمكن لكم تزين كيبقى اختيار. يمكن لكم تزينوه هكا بهذا السميده ديال الذره، يمكن لكم تزينوه بالشوفان اللي هو خالي من الجلوتين، اولا بداك الزرارع، اي حاجه اللي عندكم. زرارع شوفان اللي عندكم سميده هكا ديال الذره تزين باش ما زينتوه كيجي زوين. المهم هذا خبيز ديال الفران اللي هو خالي من الجلوتين، كيجي خوتي العزاز غزال غزال. شي حاجه خوتي روعه. انا نوريكم الفرينات. راه ديما كنشاركهم معكم ولا يحالكم في الفيديوهات ديال الفرينات اللي انا كندير. وغادي خوتي العزاز غنشارك معكم حتى الخروب اللي بالنسبه للاخوات اللي ما كيعرفوش الخروب. ان شاء الله غندير لكم واحد الفيديو على الخروب. راه خوتي هاد العجينه هادي، راه هاد الخبيز هادي فيها حتى نص كاس ديال الخروب مطحون. غندير لكم اخوتي نلوح لكم واحد الفيديو حتى هو ان شاء الله ديال الخروب. بالنسبه للاخوات اللي ما كيعرفوش الخروب راه هو حتى هو زوين زوين بزاف بالنسبه لهاد الحساسيه والمصارن والمعده. شي حاجه غزاله غزاله بزاف. شي حاجه اللي بيو، شي حاجه اللي كطحنو كيولي بحال داك البودره. وكيولي بحال داك فيه بودره ونخيخيله بجوج. داك القشيرات ديالو كيجيو بحال النخيخيله، وكيجي فيه واحد البودره دايره بحال تقول لي بحال شي فرينه. كيجي زوين. وملي كديروه مع الخبز كيجي واحد الريحه ديال الخروب زوينه في الخبز. وكيجي خبز صحي ومزيان للمعده، مزيان للمصيرنات. وبالاخص اخوتي الاخوات اللي هما مصابين، والله يشافي الجميع ويحد الباس، والله ينجينا وينجيكم اخوتي العزاز. بالاخص الاخوات اللي هما الله يشافي الجميع ويحد الباس اللي هما مصابين وكيديروا الكيماوي. الله يحد الباس يا ربي وتشافي الجميع. حتى هو خوتي العزاز هذا الخبيز اللي هو بالخروب زوين 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 لهم بزاف وصحي للمعده ديالهم والمصران ديالهم. وان شاء الله الا تبعوا حتى هما هذا الخبيز وتبعوا هذا الرجيم اللي هو يكون هذا الخبيز خالي من الطحين الابيض وداك الشيء، راه خوتي يقدروا يطلقوا العلاج بواحد السرعه وواحد هذه اللي زوينه بزاف. اما بالنسبه خوتي لهذه الحساسيه اللي هي حساسيه الجلوتين، والله خوتي العزاز شنو نقول لكم. تحيه بعدا للجمعيه اللي متبعين معاها
واحد الجمعيه خوتي متبعين معها، كندي هكا وليدي مره ولا كان قاري كنمشي انايا راسي مره. كنستافدوا منهم بزاف. جمعيه هنا في مدينه الرباط، دار الشباب اليوسفيه هنا في مدينه الرباط. والله خوتي غنقول لهم شكرا لكم بزاف على المعلومات اللي يعطيونا ونستافدوا منهم، على النصائح ديالهم، على المعلومات اللي كيجيبوا لنا على حساب هاد الحساسيه او هاد المرض. انا ما كنقولش مرض الصراحه، هي غير نظام غذائي. الانسان صغير يصبر على تصحيحته ويدير واحد النظام غذائي اللي هو 100% يكون صحي، وان شاء الله غيكون بخير. على هذا كيجيبوا لنا واحد نقول لكم اخوتي بزاف ديال هذا اللي كنستافدوا منهم كينفعونا بهم. مثلا داكشي اللي مسموح للناس اللي هما حساسيه الجلوتين، المعلومات شي حاجه هكا، داكشي اللي كيتباع، اي حاجه خوتي العزاز كيجيبوا لنا المعلومه ديالها. غنقول لهم شكرا لكم الاستاذه رئيسه الجمعيه نجاة، استاذه اختي سميره، اختي مينا، واحد الاخت اختي عائشه. غنقول لهم شكرا على المجهودات ديالكم، على كيسمحوا تما مساكن في وليداتهم كلشي وكيديروا مجهود مع هاد الناس هادو. غنقول لكم شكرا لكم بزاف، ووصلونا لواحد حيت بحال اللي غنقول لكم بزاف الناس اللي ما كانوش واعيين به وكيوصلونا لواحد هذا اللي كنوليو نوعاو بواحد الحاجه، وكنوليو نخافوا على الصحه ديال وليداتنا. بحال اللي كيربيو فيك واحد هذا اللي واحد الحماس وكيعطيو واحد المعلومات اللي كيخليوك ديما تكوني حريصه، ديما تكوني منضبطه على النظام الغذائي ديالك. ديما غنقول لهم شكرا لكم بزاف الصراحه. ديما كندير فيديو ما كنشكرهمش. دابا جات الصدفه اللي غادي نشكرهم بزاف، وغنقول لهم الله يكثر خيركم الله يخطيكم على المجهود اللي دايرين مع هاد الناس في دار الشباب ديال اليوسفيه، جمعيه ديال في دار الشباب ديال في مدينه الرباط اليوسفيه. غنقول لكم شكرا لكم بزاف، الاساتذه كاع الاعضاء ديال الجمعيه. غنقول لكم الله يكثر خيركم الله يخلف عليكم والله يخلي لكم وليداتكم، وربي هو اللي غادي يجازيكم على هذا الاجر وعلى هذا الخير اللي كتوصلوا معلومه بالنسبه لهاد الناس اللي هما حساسيه الجلوتين. وبزاف الناس اللي ما كيكونوش واعيين بالضرر ديالو كتفهموهم وكتوصلوا لهم الفكره بواحد الطريقه زوينه بزاف. حتى اللي ما كيكونش واعي بهذه الحساسيه كيولي واعي بها بزاف، وكيولي داير احتياط ديالو، وكيولي داير واحد النظام غذائي اللي هو 100% طبيعه الحال بالنسبه لهاد الناس اللي هما حساسيه الجلوتين. هادشي اللي نقول لكم الاخوات، وشكرا لكم. نتمنى نكون خفيفه على القلب ديالكم، وهذا الخبيز اللي هو خالي من الجلوتين يكون في الاعجاب ديالكم، وتشجعوا ليا مو الصيف بدون جلوتين. محتاج الدعم ديالكم، محتاج التشجيعات ديالكم، وهاد القناه بزاف محتاجه لكم. راه بكم ما كاين والو، بلا بكم راه نقول لكم، راه نتوما كل شيء في هذا. لا بالنسبه لللايك ديالكم ولا التعليق ديالكم ولا هذا تيهمني بزاف وكنفرح به بزاف. وغنقول لكم شكرا لكم بزاف، وكاع الاخوات اللي ما صبتش فرصه باش نشكرهم او لا ما عرفتش نكتب باش نجاوبهم، غنقول لهم سمحوا لي بزاف، حيت الوليد اللي غيكتب ليا وباش نجاوبكم ونرد عليكم ما كيكونش. غنقول لكم سمحوا لي بزاف وراكم عزاز عليا، وكل ما جاني شي تعليق او لا شي لايك كنفرح به بزاف. كنقول بعدا على الاقل راه كاين بعدا الناس الله يكثر خيرهم اللي كيديروا بحساب هذا وكيقدروا الظروف، كيديروا بحساب الانسان اللي كيعاني من واحد هذا وكيوصلوا بعدا واحد هذا. الله يرحم لكم الوالدين ويجعلها لكم في الميزان ديال حسناتكم ان شاء الله يا ربي. وهذا الشيء اللي نقول لكم اخوتي العزاز، والله العظيم محتاجه الدعم ديالكم، محتاجه التشجيع ديالكم، محتاجه الفيديو تفرجوا فيه ولو غير تلقوه يدوز شويه غير باش نكمل السوايع باقي لي خصني السوايع باقي ما كملتهمش. غنقول لكم الله يرحم الوالدين وشكرا لكم بزاف. ونتمنى هذا الخبيز اللي هو خالي من الجلوتين يكون في الاعجاب ديالكم، واللي مصاب بهذه الحساسيه اللي هي حساسيه الجلوتين او حساسيه القمح يتبع الريجيم ويتبع النظام الغذائي مزيان. حيت اخوتي العزاز هذه الحساسيه راه ماشي الانسان يقول راها بسيطه، راه شي حاجه بسيطه وراها غير حساسيه. حيت اخوتي العزاز هذا راه حساسيه اللي كتكون في هذا في الانسان، في المعده، في الصدر ديالو اولا في الجهاز الهضمي ولا شي كيقولوا ليه، ما كتكون صعيبه بزاف. وكاين اخوتي العزاز اللي كتحول الانسان كيبقى ديما مريض ما عطيش هذيك الحساسيه الاهميه وهاملها وكيقول راه ما عندها ما دير.
راه اخوتي كتولي سرطان. الله ينجينا وينجيكم وينجي وليداتكم وينجي كاع الناس العزاز عليكم، وينجي فيما كانوا الاخوات وخوتي داخل المغرب خارج المغرب. راه خوتي كترجع اللي هو مرض سرطان، والانسان غيكون غير في واحد الخبيز اللي غيديروا مقاد وزوين، وداكشي اللي هو ديال الجلوتين غيدير خبيز خالي من الجلوتين وغيبعد من داكشي المواد. شي حاجه اللي تكون سهله، ما نصعبوهاش على راسنا في هذا المرض اللي غادي يولي مرض بصح، واللي يولي كيماوي، اللي غيولي دواء، اللي غيولي بزاف د الحوايج. اللهم هما عندهم دابا الدواء ديالهم غير في هذا الخبيز. اللهم الانسان يبقى في هذا الخبيز. علاش مالو؟ ما الانسان ما غادي يديرو وياكل هذا الخبيز اللي هو صحي 100% خالي من الجلوتين، شي حاجه طبيعيه بيو، ماشي شي حاجه اللي غادي تكلفهم بحال الانسان لا فرط في راسو ويستق مكلف بزاف، ويستق مكلف هو والناس وحبابه وكل شيء. اللهم دابا غير هو عنده هاد الحساسيه او لا هي او لا بنيته صغيره او لا، علاش اخوتي ما تهلاو فيها ونديروا لها خبيز ديالها اولا مخمره ديالها خاليه من الجلوتين بواحد المواد اللي هما. راه كاين ماشي الانسان خوتي عزاز ضروري لما مشى يشري شي حاجه غاليه ولا. راه خوتي دابا نحمدوا الله ونشكروه، وبالاخص تبارك الله الجمعيات ولاو تيدخلوا ولاو تيوصلوا الصوت ولاو تيوصلوا معلومات ولاو تيوصلوا. وهذا المرض اللي كان ما معروف بزاف ولا تيتعرف ولاو بزاف الناس اللي عارفينه، ولا ناس داير احتياطات، ولا هاد المواد شويه واخا شويه قاصحين في الثمن. كاينين شي مواد اللي غاليين وكاين شي مواد اللي يقدر زعما كل واحد ياخذهم. الانسان اخوتي العزاز ياخذ غير على قد جيبو. واخا نطول عليكم فيديو سمحوا لي. وغادي يدير واحد الخبيزه ولو غير من البطاطا والروز والذره، غادي ديروا خبيزه وتاكلوها وغتكون صحيه لكم، وما غاديش تقام عليكم بواحد الثمن بحال الانسان الله يسلم وصل لواحد الحاله ديال شي مرض اللي غيولي في واحد الثمن اللي هو مادي ومعنوي وفي نفس الوقت مادي. اما دابا خوتي العزيز راه من اي حاجه غادي دير غير خبيز ساهله، واحد الخبيزه البطاطا العدس هذاك الروز الذره، غير هادو خوتي العزاز راكم غادي ديروا منه خبيزه ولا جوج وتكونوا بخير وعلى خير وغادي تكونوا في صحه جيده. وهادشي اللي نقول لكم اخوتي العزاز، ما تستغناوش على صحتكم. بالنسبه للاخوات ولا خوتي فيما كانوا مصابين بهذه الحساسيه، تبعوا الريجيم وتبعوا النظام الغذائي ديالكم على حق وطريقه، وغتكونوا دائما في صحه جيده يا رب العالمين. خوتي العزاز نتمنى تبارطاجيو لي الفيديو مع صحابكم وحبابكم باش نكمل اخوتي العزاز غير السوايع في القناه، وفي نفس الوقت محتاجه لكم وراه بلا بكم ما كاين والو. وغنقول لكم شكرا والله يكثر خيركم والله يدير بحسابكم، وكنشكركم الشكر قليل في الحق ديالكم الصراحه. غنقول لكم شكرا بزاف فيما كنت اخوتي، واللي ما جاوبتهاش ولا اللي ما عرفتش نكتب ليها تسمح لي بزاف. وهادشي اللي نقول لكم اخوتي، وان شاء الله غنلوح لكم فيديو ديال الخروب بالنسبه للاخوات اللي ما كيعرفوش الخروب كيفاش داير وكيفاش غادي يديروا ليه وكيفاش غيجيبوه ويصوبوه ويطحنوه. غادي ان شاء الله نلوح لكم حتى الفيديو ديال الخروب. وهانتوما اخوتي معايا غنوريكم الفرينات اللي كندير وكنزيد عليهم الخروب هكا بحال الحمص، اي حاجه عندكم غادي تزيدوها مع دوك الفرينات. ما تعجنوش هذوك الفرينات بوحدهم سك، ضروري اما عندكم الخروب تزيدوا واحد نص كاس الخروب، عندكم الحمص تزيدوا واحد نص كاس الحمص، عندكم داك الفول المطحون حتى هو تزيدوا منه، العدس مطحون داك العدس الاحمر راه زوين وصحي بزاف، الفقر بدا نزيدوا منه. راه خوتي هاد القطاني حتى هما الا طحنوا ولاو بودره وتزادوا في الخبز راه كيعطيو واحد هذه الزوينه في الخبز، وفي نفس الوقت اللي هي صحيه بزاف ومنفعه بزاف. هذا ما كان خوتي العزاز. هانتوما معايا نجيب لكم الفرينات تشوفوهم باش انا ما كنعقلش على السميات ديالهم، باش الاخوات اللي باغيين الفرينات وهذا يمكن لكم تاخذوهم. وهادشي اللي نقول لكم اخوتي، شكرا لكم بزاف اللي خدتكم عليا. وهانتوما معايا بما نجيب الفرينه. هانتوما خوتي هذه الفرينه هذه زوينه بزاف، كنستعمل هذه زوينه بزاف. هذه
وكنستعمل اخوتي العزاز هذه دابا حاليا. هادو هما اللي كنستعمل، نتمنى تكون كتبان لكم بزاف. هاهي هادو هما اللي كنستعمل دابا بزاف، هاد الفرينات هادو كيدوزوا لي اخوتي العزاز واحد المده، حيت ما كنعجنهمش بوحديهم السيك. راني قلت لكم اخوتي راني كنلوح لكم خبيز، لاش هو كيجيني الخبيز هكا واقف وكيجي بحال الخبيز عادي، حيت راني كنخلط. قلت لكم كندير فيه الحمص، الروز، الذره، هاد الفرينات اللي وريتكم، هاد اللي وريتكم دابا حتى هما كندير منهم شويه شويه. والطحين ديال الحمص ديال العدس الاحمر حتى هو لا طحنتوه ودرتوه بودره، كتزيدوا منه واحد نص كاس ولا كاس، وكتخلطوا خوتي هاد الفرينات مع هاد القطانين اللي هما كيكونوا مطحونين، وكتعجنوا الخبيزات ديالكم. كيجيكم زوين زوين واعر واعر، بالاخص الا خليتوا العجينه خفيفه بزاف، وكيجي رطب وكيجي بحال الخبيز العادي. هادشي اللي نقول لكم اخوتي اعزاء. شكرا لكم، الله يخطيكم عليا والله يدير بحسابكم، ونتمنى ما يجيكمش الفيديو طويل بزاف، الله يخطيكم. شكرا لكم بزاف.